أثار نبأ خطوبة الناشط السوري ساهر منذر المتحول جنسياً حالة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. وحول تفاصيل خطوبة ساهر منذر، أعلن الناشط السوري المتحول جنسياً ساهر منذر عن ارتباطه بشخص يدعى راشد. وتصدر الخبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول صور لساهر منذر يرتدي فستان خطوبة، ما أدى إلى تفاعل واسع بين الجمهور بين مؤيد ومعارض وساخراً من الخبر. ونشر ساهر منذر على حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستغرام صوراً من حفل خطوبته ظهر خلالها مرتدياً فستان خطوبة، وعلق على الصور قائلاً: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور ساهر منذر بسخرية كبير، بينما اعتبر البعض أن هذا الأمر مخالف للثقافة والتقاليد العربية، في حين اعتبر بعض النشطاء أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التصرفات المثيرة للجدل التي اعتاد ساهر منذر أن يقوم بها منذ إعلانه عنه تحوله الجنسي خلال عام 2018 بهدف إثارة الجدل وتصدر الترند. ومن الجدير بالذكر أن خطيباً ساهر منذر يعد راشد غير معروف إعلامياً، ولم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة حول حياته أو خلفيته.